في هذا المحتوى سأحاول التفاعل من وجهة نظري الخاصة مع ما أفرزه حوار أجراه أحد أعضاء جمعية المركز الإسلامي بمدينة إغوالادا ناحية برشلونة. ما أفرزه من ردود فعل خاصة لدى التيار اليميني أو ما يوصف إعلاميا باليمين المتطرف، خاصة حزبي فوكس وحزب أليانسا كاتالانا هنا في إسبانيا وكاتالونيا تحديدا. الحوار كان قد أجراه أحد أعضاء جمعية المركز الإسلامي بإغوالادا مع موقع محلي في المدينة وهو إغوالادا نيوز. أحاول قراءة المقال كوجهة نظر وكتفاعل شخصي مع ما تابعته. المقال عنونته ونشرته على صفحتي في الفيسبوك، عنونته بمسجد إغوالادا تحت مجهر تيارات أقصى اليمين. لم يكن أحد أعضاء جمعية المركز الإسلامي لإغوالادا جهة برشلونة يعتقد بأن تصريحاته التي أدلى بها إلى موقع إغوالادا نيوز ستخلق البوليميك والحدث، خاصة وسط التيار اليميني في إسبانيا، بل وحتى لدى صفحات إسرائيلية. أما الحدث فيرجع إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 لما قامت صحفية من الموقع المحلي المذكور بتخصيص زيارة إلى المسجد وإجراء حوار قصير مع عضو المركز الإسلامي السيد جيم لام. الحوار الذي أعيد نشره كاملا هنا أعطى فيه المحاور للمنبر الإعلامي شرحا عاما لجوانب من خصوصيات المسلم داخل مسجده وكيف يتم تدبير إقامة شعائره الدينية بداخله، معرجا على بعض الأنشطة والتزامات المركز اتجاه الناشئة والمسلمين في هذه المنطقة عموما. الحوار الذي لم يكن مطولا التقطت منه أوساط يمينية كحزب أليانسا كاتالانا التحالف الكتالاني وفوكس ومنصات الصهيونية كما سبق ذكره جزءا، وقامت بالترويج له بشكل واسع، بل أن حتى زعيمة حزب أليانسا كاتالانا التحالف الكتالاني وضعت المقطع على منصتها في إكس بدواعي ما يتضمنه من تهديد صريح للهوية الدينية والوطنية لدى الكتالان والإسبان، حيث كتبت الزعيمة على منصتها باللغة الكتالانية ما معناه أن هدف المسلمين هو التغلغل وسط الأحزاب السياسية التقليدية للدفاع عن مصالح مجتمعهم ومواجهة أولئك الذين يسعون إلى وقف إسلامة كاتالونيا وأوروبا. أحد أعضاء المجتمع الإسلامي في إغوالادا يشرح لك الأمر بهدوء، وهي تقصد بأن المسلمين لهم سياسة ومشروع من أجل مواجهة تيارها. هذا المقطع المشار إليه والمجتزأ من الحوار كشف فيه السيد جيم لام عن نظرته الخاصة حسب فهمه إلى مشاركة المسلم في الفعل السياسي المباشر وسط الأحزاب السياسية الكتالانية والإسبانية. ووفقا للعضو فإنه لا يكفي الخروج بحمل لافتات، بل واجب الانخراط في الدوائر الحزبية السياسية إذا كان المسلمون يريدون فعلا التغيير والدفاع عن مصالحهم والتمثيلية في الإدارات. يشرح جيم لام في هذه المقابلة الإعلامية أن هذا هو المأمول من الجيل الثاني من المسلمين في إغوالادا مثلا، إذ عليهم اقتحام الأحزاب لأن التغيير سيأتي من هناك. ويضيف: التغيير لن يتحقق بالشعارات في الشوارع، هذا أيضا يساعد، ولكن إذا وصلنا إلى الاندماج في الأحزاب السياسية فسيكون لنا صوت مؤثر داخل المؤسسات. غير أن ما صرح به ممثل المسلمين في إغوالادا للموقع الإعلامي في آخر الحوار هو ما أثار التيار اليميني لما أعطى المتحدث الانطباع لدى المتابعين وكأن المركز والمسلمين في هذه الديار الإسبانية عموما لديهم مشروع مواجهة الأحزاب اليمينية، ويتوفرون على سياسات مدروسة لتكوين أجيال من أجل الوصول إلى المؤسسات الرسمية للدولة بهدف إحداث التغيير. هذه التصريحات الصادرة من مركز إسلامي في إسبانيا تأتي في معزل مكشوف عن اهتمامات المسلمين في المنطقة، فالمسلمون في غالبيتهم في هذه المنطقة كنموذج لا يتابعون حتى الجهات المسلمة المعنية بشؤونهم على المستوى الجهوي والوطني، فما بالك يتابعون الشأن السياسي لكاتالونيا والمملكة الإسبانية أو يفكرون في انخراطهم وانخراط أبنائهم في المشهد الحزبي، ففاقد الشيء لا يعطيه. الملاحظ والملموس هو أن العقل المسلم هنا لا يتابع لا التطورات السياسية ولا الأنشطة الحزبية، بل ولا يقرأ حتى الصحافة المحلية، بل أن حتى ما نحن بصدده في هذه السطور القليلون من سيهتمون به ومن يعلمون أصلا بحدوثه وبتفاصيله. وعليه فيبدو أن السيد جيم لام قد جر المركز الإسلامي بإغوالادا
وجر معه عموم المسلمين المغيبين عن واقعهم السياسي والحقوقي الحزبي إلى معادلة هي أكبر من رقعة نشاطهم، بل وفتح عليهم بابا يمينية لا حول لهم ولا قوة لمواجهتها ولا حتى لفهمها. كما تجدر الإشارة إلى أن الصراع الأيديولوجي والسياسي بين الفريق التقدمي اليساري في إسبانيا وغارميه الفريق المحافظ اليميني يزداد احتداما، خاصة مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، فكل فريق يوظف ما من شأنه تقوية خطابه لدى الجمهور الإسباني. مسألة الهجرة والمسلمين ومساجدهم واحدة من أبرز ما يعمل عليه ويشتغل الفريق اليميني الإسباني لتأتي تصريحات غير مدروسة يغيب عنها الحس السياسي من داخل مركز إسلامي ومسجد في كاتالونيا لتمنح لهذا الفريق فرصة تسجيل هدف لصالحه. تصريحات أقحمت عقلا مسلما كسول سياسيا في معادلة صعبة. وقبل نقطة نهاية هذا المقال أشير إلى أن أحدث استطلاع لآراء الناخبين في إقليم كاتالونيا والذي أشرف عليه في الفترة الممتدة بين 30 مايو و 28 يونيو 2025 المنصرم، أشرف عليه مركز دراسات توجهات الرأي العام السنترو دي ستوديوز دي أوبينيونيس التابع للبرلمان الكاتالاني، خلص إلى نتائج منها أن أحزاب أقصى اليمين التي تسمى إعلاميا باليمين المتطرف ستواصل نموها في كاتالونيا، وعليه فإنه من المتوقع أن يتجاوز حزب فوكس من ناحية المقاعد الحزب الشعبي البي ليحتل المركز الرابع في البرلمان المحلي الكتالوني. كما يتوقع حسب ذات الدراسة أن يضاعف حزب أليانسا كاتالانا الذي يوصف كذلك بأنه يميني متطرف أن يضاعف عدد نوابه من 2 حاليا في البرلمان الحالي إلى ما بين 10 إلى 11 نائبا في البرلمان الكتالاني. كان هذا رأيي الخاص وتفاعلي مع ما أفرزه كما أشرت هذا الحوار الذي أجرته الصحفية من موقع إيكوالادا مع المركز الإسلامي. Una sala de rezo que podemos encontrar en cualquier mezquita del mundo. Se hace un llamamiento al rezo, que es el mismo en todo el mundo árabe. Se espera unos minutos para que se acerque la gente y entonces se llama al rezo y nos levantamos a rezar todos detrás del imán y le seguimos. El viernes utilizamos el mihrab donde se pone el imán para dar la charla del viernes. La hacemos en 2 idiomas para que también la comunidad que no es árabe, la comunidad pakistaní africana y los españoles que han convertido al Islam pueden entender también la khutba del Jumu'ah. Al centre islàmic també s'hi fa activitat educativa. A la planta baixa s'hi troba per una banda la sala on resen les dones i per l'altra fins a 5 aules dedicades a l'ensenyança de l'àrab. Intentamos hacer una misión educativa para enseñar a los menores el árabe y un poco de lectura. Entre la escuela aquí que estudian en catalán, en castellano, un poco de inglés, hasta en casa no se habla correctamente. Entonces si no nos fijamos en este punto se va perdiendo. Musulmanes, árabes o españoles, el que quiera aprender árabe, estamos aquí. S'estima que a l'Anoia hi ha uns 9.000 creients musulmans. El centre islàmic d'Igualada és una de les 7 mesquites de la comarca i acull a centenars de persones setmanalment. Es una habitual sala mezquita con unos 200-300 y sobre todo los viernes se llena bastante, pero el día a día entre 30 a 40 personas. Però hi ha 2 moments de l'any en què l'afluència creix. Son 2 momentos importantes en la región del Islam, que es la fiesta del Cordero y el Ramadán todo el mes y la fiesta del fin de Ramadán. Que llavors quanta gent pot coincidir en el centre? Ahí no cabemos, ahí siempre pedimos a las autoridades que nos faciliten un espacio abierto o un campo deportivo o algo para que cabemos todos. Ahí podemos estar 3.000, 4.000 personas. Recentment hem vist episodis difícils a altres ciutats de la comarca com a Piera, on es va cremar la mesquita just abans d'inaugurar-se. Com valoreu aquests punts de col·lisió? Estamos preocupados y para serte sincero no somos los únicos, hasta toda la comunidad árabe y musulmana estamos preocupados porque no llegamos al fondo de la cuestión. La gente no intenta acercar a nosotros y entender exactamente quién somos y qué hacemos. Pues coge una imagen, lo que ven en las noticias o en las redes sociales y la coloca a la comunidad. Nos preocupa y estamos intentando hacer acciones para evitarlo. Què podríem fer des de la societat civil per acostar-nos? Acercarlos a nosotros y llegar al fondo de la cuestión. Cuando hay un delito de odio o algo, pues llegar al fondo quién lo ha hecho exactamente y no coger la información tal como la vemos en las redes sociales y la pegamos a la comunidad. Y otra cosa es que se tiene que trabajar desde las asociaciones, es un trabajo de sensibilidad nuestra también para una fácil integración de nuestras obras y nuestros. Y aparte de esto también de la parte de la comunidad local, pues entender también, intentar acercar a la comunidad musulmana para entenderlo. Quins són els reptes que, per exemple, us trobeu avui des de les mesquites per donar aquesta integració? Es la sensibilización de la gente, es intentar formar sobre todo las jóvenes, nuestros hijos, la segunda generación que se integran en partidos políticos, porque el cambio vendrá de ahí. El cambio no vendrá con pancartas y salir fuera a hacer. Esto también ayuda, pero si llegamos a integrarnos en las partes políticas, pues vamos a tener voz dentro de las instituciones. Entonces sí que podemos hacer un poco de contrapeso a la extrema derecha. Es la sensibilización de la gente, es intentar formar sobre todo las jóvenes, nuestros hijos, la segunda generación que se integran en partidos políticos, porque el cambio vendrá de ahí. El cambio no vendrá con pancartas
así salir fuera a hacer. Esto también ayuda, pero si llegamos a integrarnos en las partes políticas, pues vamos a tener voz dentro de las instituciones. Entonces sí que podemos hacer un poco de contrapeso a la extrema derecha.